بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة والسودان وفي كل مكان. اللهم احفظ أمن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ وأصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وارزق كل محروم من الذرية الصالحة، وفرح قلبه برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخواتي في الله؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. اليوم جبت لكم كرواسون بسميد يجي طري وبنة شهي بلا تعقيد وبمقادير بسيطة. عندي كاس حليب دافي زايد نصف كاس مارغرين دايبة وباردة، نخلطها مليح. نجيب ملعقة كبيرة خميرة فورية مش معمرة ياسر. عندي هنا بيضة كاملة بدرجة حرارة الغرفة، نخلط مليح تاني. زدت هنا عندي 2 كيسان سميد ناعم، أنا استعملت سفينة صراحة هذه المرة ما جانيش ناعم كيما موالف، بصح هكذاك وجا مليح يعني طري وشهي. نخلط حتى يمتزج الخليط جيدا مع بعضه. نزيد هنايا 2 ملاعق كبار مايزينا اللي هي نشا، مع ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة لافاني. دور النشا ضروري، نشا ضروري لانه يزيد لنا هشاشه في الكرواسون تاعنا، ولافاني تزيد لنا بنه وطعم هايل. زدت الكاس الزاوج تاع السميد ونتم نخلط هكذاك. تحبي تستعملي راحة اليد تاعك يعني تعجني هاك بيدك. زدت هنا في الاخير تفكرت السكر درتو من التالي، بصح معليش يعني ما يأثرش، نقدر ندير في المطبخ عدو يعني حلول بسيطة ثم تلقاي الحل، ما كانش تعقيدات. راني نخلط هنايا. زدت تاني شويه ماء لاني حسيت العجينه شويه ناشفه، زدت لها شويه ماء وحاولت اني ندخله مليح هكذاك، نخليه نلمها مليح. هنا غلفت نخليها ترتاح شويه، غلفت بسوليفان وتغطي وتخلي في مكان دافي مده 10 دقائق. رجعت ليها بديت قلبتها يعني شويه هكذاك، دخلي تخرجي الهواء يعني التخمار هذاك تخرجيه كما راكم تشوفوا، وعاود نقطيه ونخليه مدة 20 دقيقة. هذه خطوة مهمة لنجاح الكرواسون. هنايا هاني شوفوا العجينة كفاه سميد الشرب كامل، تحصلنا على عجينة طرية ومتماسكة مليح. هنا دوكي نبدأ نشكل في العجينة تاعنا، نحطوها على سطح العمل. نستعين بالنشاء اللي هو المايزينا. هذيك كما كنت تشوفوا كويره صغيره من هيه، عندي بني متحسس من الشوكولا ما نديرهالوش، راني وخرت له شويه يعني ما يتغيرش الطعم. كي يعود عندنا واحد من العائله يتحسس يعني من اي حاجه، حاولوا انا نفكروا معاه ما نحرموهش من داك الشيء يعني من الماكله لا ناكلوا فيها في اي سوا حلو والله مالح. كما راكم تشوفوا راني استعملت انا بيبي دو شوكولا، ندخلها في وسط العجينه مليح ونعدلها هكذا كما كنتم تشوفوا. نستعين تاني هنا بالمايزينا، نحل العجينة تاعي بوسط الحلال، ترققوها شوية ما يتعد يعني غليظة ياسر ما هي رقيقة ياسر. ننساوش بلي راهي العجينة راهي بس يعني شوية ماهيش استيكي كما تاع الكرواسون تاع الفرينة يعني كما راكم تشوفوا هاك ما تتكسلش ياسر ياسر. نحلوها، استعملوا ساعة هاك ساعة سطح تاع الكف ساعة كذا. ديري ثاني المايزينا يعني تنشف لنا السطح من داك الليدام هذاك لافية، تحسيها شوية مزيتة يعني مشبعة بالمارغرين. نشفتها بالمايزينا. نجي هنايا نقطعها على 8 قطع، 8 مثلثات. زيدي هاك ديري علامة زائد، من بعد زيدي كروة هاك علامة في، نتحصلوا 8 مثلثات. نستعين بنشا دائما يسهلنا العملية، ينشفها شوية. يعني قربت الصورة أكثر. درت المثلث حطيته هاك مليح، نقص يعني في الوسط قاعدة المثلث نقسمها على 2 ونفتحها هاك مليح منه ومنه، يعني تكسي القاعدة هاك وراكي وتلوي
تحاولي انك تسوي الرأس المثلث، تجبديه للطول الفوق، تجبديه هاك تكسليه هاك الفوق وتلوي هاك بخفة يعني برفق. جبت البلا هنايا درت له بابي كويسون وتحطيه، وراني مسبقا شعلت الفرن تاعي على طلقته لدرجة عالية وتخليه يسخن مليح كما راكم تشوفوا. الحبة الزوجة الحبة الثانية يعني نكسل فيها في الرأس تاعها الفوق، والقاعدة ثاني نفتحها شوية نرققها، نقسم في الوسط هكذاك وتشوفي نفتح يعني نفرق هذيك الفتحة اللي درتها لي قسم درتو، تفرقيه هاك متخليش لازقة في بعضها وتلوي راكي تطوي هكذاك حتى نتحصلوا على شكل كرواسون. شكل هذايا نزيد الثالثة، الحبة الثالثة نكملها معكم ونوري لكم الشكل تاع نزيد النشا. كل مرة ديري بالنشا تمسحي هكذاك، يعني هي ما تكثرش نشا ياسر ياسر، امسحوها هاك مليح. يعني نحاول اني نبسطها مليح يعني نرققها مليح كما تشوفوا. عاد فتحتها يعني كديري قسم هاك نص، تقسمي على 2 القاعدة تفتحيها من بعضها وتلوي هاك وتحطي ونحطها ستفتهم قاع مليح كما تشوفوا. هاي مش موضحة ياس لاباس هي باينة واضحة. جربوه ان شاء الله يعجبكم. هاي هنا بعد النتيجة قبل ما نديرها في الفرن. دهنت هنايا جبت مارغرين ذايبة وباردة، ندهن كامل السطح هكذاك الوجه تاع الكرواسون، دهنته كامل مليح، رشيت بشوية سكر ناعم. ندخلوا الفرن على 170 درجة مدة 18 حتى 20 دقيقة باش نضمن الكرواسون تاعنا يطيب مليح من داخل. وهذه هي النتيجة النهائية. دهنته من الفوق بالشوكولا الطلي، دهن الوجه بالزبدة ورشه بالسكر الناعم يعطي قشرة مقرمشة، ومن بعد نزيدوا الشوكولاتة تزيد الطعم بناء ما شاء الله. أخواتي فضلا وليس أمرا، إذا عجبكم الفيديو ديروا جيم واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.